الرجوله اللي نظرت الخراب كل واحد. خراب ايه يا مشايخ؟ انت خلي واحد ينقل معقوب ايه يا شيخ يحيى؟ معقوب ايه؟ والنجار اللي جابوا الحمى والعارف السوداء اللي ملت الارض زي النمل. انا شفت عيني شجره زيتون وهي بتولع يا مشايخ. الموقع بقى في كل البيوت، اطفال ونساء ورجال. يا شيخ سلام يا شيخ سلام، انت اللي تكتب اخبار الواحد ورصها اخبار عن جد وقالت انت اللي في المصيبه اللي زي دي. عشيه رجعت كل المخطوط اللي بيجمع كل الاخبار، ما لقيتش زي يا اخي لو قلت مليك الخراب اللي حلها الواحده هيرحم. مش شايف ممكن اقول لكم يا عالم مليك هي احب الانسان اليه، لكن لو حلفت على كتاب الله ان اتاه هو اللي هيزيح الخراب عن الواحه انا مش هقدر اضربه. ردوا خلصتوا ليه؟ والله ما حاربكم لوحدي. اقتلوا المأمور، اقتلوا الكافر، اقتلوا الليلة، اقتلوا المأمور، اقتلوا الكافر، اقتلوا الليلة. يا شيخ صابر وقف المجانين، مين هيجيب الخراب على الواحد؟ هو في خراب اكتر من ذلك. لما اتفقوا مع بعض كالعاده انا اخر من يعلم. هتبداوا بالمأمور وبعدين مليكه ويبقى اتفاقكم كالعاده كذب بكذب. يا الله والله ما حاربكم لوحدي. نار مصدر الفرح قلب الضلمة النور نور مسحور مسحور بين بنات الحور وبيتفرقضوا وبيتسقطوا في الحد ضد اللي مرسوم. المرة تنزل المرة الجاية هيبقى في البيوت زي حملة الجيش عليكم زمان، فاكرين؟ شيخ صابر بكره الصبح تكونوا انتوا والاولاد عندي هنا في المكتب وبلغني من اللي مش راضي يدفع. انا عايز الضريبه كامله خلال اسبوع. قلت الصبح عليكم وحدي احسب الزمان يرجع للوراء. اذا فخروا الى الارض ذلا ايها الكاذبون اجلسوا دراعكم ميراثكم. مليكه اعلم انك لا تطلبون النفس. انت وحدك الطائر الحر وسط هذه الجثث القعيده. يحيى يحيى انت كاذب، انت كاذب يا يحيى. هل ستحاربهم وحدك؟ لن تستطيع فكفهم اضعف من ان تقتلع ظهورهم. ساخرج الان يا واحد الروح لا لكي اجد نفسي وانما لكي ايه الاخبار يا ابراهيم؟ طلقة المدفع جابت نتيجة يا فندم. حمولات البلح والنادي الزيت بتتمرن كل يوم على مخازن الجسم وقربنا نكمل الخراج المطلوب. بتقول لي كده رساله وصلت اتفق على الاجواد. عمري جنات. على فكرة يا فندم الخيانة وصل يا فندم. كم عددهم؟ 6 وسبعهم اللي يشبهش وصل. بيستأذن جنابك كده. طب اتفضل بسرعه. تمام يا فندم. ماشي وصل يهمك لازم تختار ساعات الموجود. اتفضل. اهلا اهلا حضرتك اللي ماشي. اتفضل 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 يا بتاع. نورت. انا محتاج الخيل دي جدا. الخيل اللي في الاسم خلاص عجزت. مين؟ ساعات لما كانت مع البيت صراحه انت مش اسكندريه؟ طيب يا سيدي شكرا ليك وشكرا للاحتضار. اول مهمه ليك معانا هنا هي مساعدتنا بجمع بيان الضرايب. اعمل حسابك هتكون معانا هنا في الاسم. اتفضل اتصرف. وصفي اعمل حسابك النهارده تتغدى عندي في البيت.
العمر في الغيب بيغرق. بص بوضعه هتشوف لونه اسود زي ليلة عظمة كحل. القمر خاف والسواد والعكس خاف. ده مخوف وقتلوه يتقلب. هو فين القمر؟ السلاسل كتفت نور ده في سكته. هتقول السامي يسقط في روع السكر. الغمامة في السماء. القمر مخلوق بيفرق. ايه يابا خليك؟ ايه يابا؟ رزق مني عملت الصبر. رزق مني عملت الكلام اللي انت بتقوله لك من زمان. ليه كده بتفكر انت تخليك عمر؟ اضربني ولا ولا اضربني ليه؟ نفسك معبد. كنت عايزة تتجوزي معبد يابا. يابا ما بصيتيش. عايزة كل ده. يابا عايزة تتجوزي ولا مليكة مليكة انت عارف ان المساعد الاحتلالي الانجليزي والمقرر هو تاريخ انجلترا فقط. يمكن عشان مش حابين تاريخ بص من الكلام. ما تعرفيش العربي كان مولانا دايما مش موضوع في البلد لكن الخاص الخاص هذا هزيمه محترمه. اسمع مستر واسع. في كتير من الأطفال انتهت ثوراتهم بهذا، لكنهم في نظرنا أطلاق على الأقل أول. نغير الموضوع. لو الدراسة مستر واسع أكيد هيسمع مستر واسع. صح؟ صح محمود؟ كاترين تعملي ايه؟ محمود انت اتجننت. سيبني. اوعى تقولي تاني يا محمود. نسيتك ازاي يا نعمة بعد ما لقيتك؟ تبقى خايف.
يا وصفي. جبان والجملة عميق. ضعيف وبيتغفر. انت اللي خسيس وجبان وقلب سهران. طلعوا كريستيانك عليا. كان يا مكان فرعون الإنسان حالة خوف والنهر. كمل يا فهم وخرجيهم كلهم. النهاية يا رب. والحب انتهى مقبول. النهاية يا رب. والحب انتهى. اخرجوا من دماغي راسي هتنفجر. خفافيش في العظم الطين تخبط وش الريح. الخوف من نور منصور يطلقها سور وتعدي السور لبراح الصحراء من غير صحراء. طفل صغير رمى الرساله دي في الساحه وجه. ياخد المعمول كده ويرد اليه هذه الايام. هناك اناس يتربصون بطفل. افتكر ان في واحد مش عارف اسمه. على فكره يا فندم الشيخ صابر واليوسفاش وفي كانوا قاعدين في الاوضه وقافلين على نفسهم الباب وعمالين يتكلموا والرساله دي وصلت مع الطفله الكبيره. نظرا لثقة العنوان فيك وتدهور علاقة المأمور بسكان الواحة، فقد رأى مفتش الوزارة ترقيتك إلى مأمور سينا وعزل المأمور محمود عبد الظاهر من منصبه. حسابات الضرائب يا فندم. أنا رجعتها بنفس الصوت مع الشيخ صابر. كملناش كلامنا عن الثوره وعن وراك. قصة الموجة يا فندم. اسمها ثوره يا فندم. وبعدين تعرف انت يعني الفتنه والكيان. لا بابا كان ايه اللي شاف ابوك؟ كان شغال ايه؟ كان في نار في الجيش. دلوقتي أنا معاك. حكى لي قصايا عن الفكرة والكيان. حكى لي عن واحد من الدعوة نفسه. محمد أبيه. تخيل. كان عاوز يقتل مولانا الخديوي أنت متخيل؟ متخيل يا حضرة الاسباجس اللي ما شفتش بعيني. اسمع يا وصفي. انا بيبقى 10 مليون مره من كل الخديويين اللي تعرفهم. والبكاش محمد عبيد اشرف وانضف من البهوات والبتوات الخونه اللي زيك انت وابوك اللي باعوا الانجليز. انصرف يا فندم. اطلع بره. ارجع يا حضرة المأمور. انت تصدق وانت متخيل هيدا انا بلاد المتحققين. انا لا عايز تبقى يا من وصفي. ولكن اين المشكله؟ اين المشكله؟ المشكله هي انت يا حضرة المأمور. فلا ينفع في هذا الزمان ان تكون نصف طيب ونصف شرير، نصف شجاع ونصف جبان، نصف وطني ونصف خائن، دائما في منتصف شيء ما. قل لي بالله عليك من انت؟ تسقط في قلبك، لو هتضعف ادخل مرايتك، هتحب نفسك هتلاقي بعضك، هتبتدي تختار بدايتك. لو هتسقط في قلبك، لو هتضعف ادخل مرايتك، هتحب نفسك هتلاقي بعضك، هتبتدي تختار بدايتك. اقف كده زي الألف، خليك غريب أو مختلف، الاسم مش عاجبك فعادل، واخلع نياشين البدل. بطل تحكمك موتك قدر، بطل الحياة هم البشر، نصك يحبك نصك
تجيش. انت لازم تجي. مين في الواحد مش عايز يخلص مني؟ روحي وانا ما قلتش. تقديري في الاول والاخر. انت لسه معاك يا نعمة. تتعزل بالخيانة. تكتسح النخمة الجميع. كفاية خرب. الدم ولا السيف هو الدم. كفاية دم. كلمة واحدة فيها خلاص روحك. أنا دلوقتي هقول منك. لازم ننتهي قصص الأجداد عشان يفوقوا الأحفاد. الخرافة هي اللي باينة. الخرافة هي الحقيقة. أفكر النقد. والله واحدة هترمي على الخرافة. يا أبوي يا اسكندر محمود عبد الصالح يغير العالم. كنتم مع فرقة بورسعيد القومية المسرحية وواحد الغروب. واحد الغروب واحد الغروب للكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر. الإعداد أسامة عبد الرؤوف. واحد الغروب شارك معنا فرقة بورسعيد الدراما الحركية أيسر السيد، مثال أحمد، بسملة ناصر، ملك أحمد، شيماء زكي، الرويسي، إسلام الكفراوي. إضاءة عماد الجنيني. على الزوم محمد جوع. مؤثرات صوتية محمد ريزة. الدخالة الطفل ساجد تاج الدين. الدخالة رامي الأتركي. محمد عبود، زياد خير، خالد عبد العظيم، محمد ملوك، أحمد إبراهيم، مبروك مروان العزب. إحدى نساء القرية أمينة السعيد. أمينة السعيد لها مسرحية كمان. الأجواد علاء الدين الشيخ أسطان. رضوان والشيخ إدريس عبد الرحمن رجب. لعب دور الشيخ سلام السيد سليم. محمد حلاوة الشيخ عبد الواحد. أحمد شظى الشيخ عبد الماجد. ماجد شلبي الأمرلاي سعيد. محمد وليد اليوزباشي وصل. أحمد معطي الضابط طلع. أحمد رجب الشاويش إبراهيم. ملك حافظ نعمة. حمزة عبد الله عبد الباري. الجدة شهد اسماعيل.
الشيخ معبد مينا طه. الاسكندر احمد مسعد والمخرج المساعد. كاترين نوران وليد. خديجة سهى عبد الرحيم. أما مدينة فهي مدينة صبحي. قامت بدور المشعوذة طبار إيمان ممدوح. كان معكم في واحة الغروب الشيخ صابر وتعاويذه محمد العشري. كان معي مخرجا مساعدا الشيخ يحيى احمد ادم. صاحباني في هذه الرحله الشاقه جدا في واحة الغروب الضابط محمود عبد الظاهر محمد صبري. شكر خاص للفنانه زايده، الفنان محمد مجاهد، الفنان محمد جمعه، الشؤون الهندسيه الاستاذ كمال سعيد. كانت معنا ايضا امنيه في دور مليكه، بنت الرافي والجزار الفنان الجميل محمد التفاهمي. الاشعار والاغاني لواحة الغروب الشاعر صلاح زكريا. الحان رائف يوسف. ملابس وديكور الفنان ايهاب خطفي اول تكريمه له. تنفيذ الملابس الفنانه علا عبد اللطيف. شكر خاص للفنان احمد العجمي. واحة الغروب مكياج افنان وزايده. دراما حركيه الفنان محمد العشري. شكر خاص للفنان ابراهيم فهمي رئيس كسر المسرح. واحدة الغروب إخراج